السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بتمام الصحة والعافية. اليوم وصفتنا غتكون عبارة عن كرواسون منزلية بطريقة مبسطة وسريعة في التحضير، ومكوناتها جد اقتصادية متوفرة في كل بيت. غادي نحضرها معاكم بدون عجين مورق، وكتجي مورقة وخفيفة وهشيشة. بلا ما نطول عليكم، تابعوا معايا المكونات وطريقة التحضير. خديت إناء وضعت فيه كاس ماء دافي، دائما العبار بكاس العنبة، وضفت معلقة كبيرة ديال خميرة حبيبات أو المعجونة، وغادي نضيف 2 معالق كبار ديال السكر سنيدة، كيبقى على حسب الذوق. ضيفوا نص كاس سكر سنيدة باش تجيكم في الحلاوة هي هذيك. وغادي نضيف نص كاس ديال الحليب دافي من طبيعة الحال، وغادي نضيف 4 المعالق كبار ديال الزيت النباتية، ونخلطوا المكونات تتنسجم مع بعضها. وغادي نضيف ابيض بيضة، وغادي نحتفظ باصفر للدهن. وضفت ساشي ديال الفاني من وزن 7 غرام. وغادي نبداو نضيفوا الدقيق بالتدريج على حساب الخليط. انا ضفت الكاس الاول، وغادي نضيف ليه نص معلقه صغيره ديال الملح، وغادي نضيف الكاس الثاني كما كتشوفوا معايا، ونخلط العناصر. وغادي نضيف الكاس الثالث، وغادي نخلط العناصر. هانتوما كما كتشوفوا معايا الخليط تقال. غادي نحيد الطراب باش نتحكم في الخليط ديالي. صافي، وغادي نبدا نضيف في الكاس الرابع بالتدريج. لازم العجين تكون رطبه وما كتلتصقش في اليدين. نضيفوه بالتدريج حتى تتجمع لينا العجينه. صافي، غادي نوضع العجين ديالي فوق سطح العمل، ونضيف ليها شويه الدقيق باش ما تبقاش تلتصق ليا وتجمع كما موضح في الفيديو. ها هي العجين ديالي تجمعات، تتكون لينه وما كتلتصقش في اليدين. غادي نوضعها في بول. صافي، غنغطي العجين ديالي بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. احتاجيت 4 الكيسان وربع ديال الدقيق، وكيبقى الدقيق على حساب نوعيه العجين واش كيتشرب او لا. فيها هي العجين ديالي بعد ما تضاعف الحجم ديالها. غادي نضيكازيها باش نخرج هذاك الهواء اللي فيها، وغادي نبدا نخدم بها بالمساعده ديال نشا او نشا الذره. غادي نرش سطح العمل، وغادي نوضع فيه العجين، وغادي نشكلها على شكل حربول. وغادي نبدا نقطع العجين ديالي كويرات يكونوا متساويه، ونرشهم بالنشا. كما كتشوفوا شكلت العجين، تمنيت الكويرات يكونوا متساويين. مساعده ديال النشا غادي نطلق الكره الاولى، لازم تكون رقيقه نوعا ما، وغادي نوضعها فوق سطح العمل، ونكون مذوبه الزبده مانغارين من فئه 250 غرام، او الزبده الحيوانيه اللي كتعطي لذه لهاد الكرواسون. الا ما عندكمش استعملوا فقط زبده مانغارين. وبنفس الطريقه غادي نطلق الكره الثانيه، وغادي ناخذ الكره الاولى غادي ندهنها بالزبده، وغادي نوضع فوقها الكره الثانيه، وبنفس الطريقه تتنكمل 8 الكرات اللي عندي. هذه هي الكره السابعه كندهنها بالزبده، والكره الثامنه ما كندهنهاش اللي هي اخر كره. صافي، تتولي عندي كره واحده كنطلقها بنشا كما غتشوفوا في الفيديو. كما موضح في الفيديو، هذوك الطبقات كاملين غادي نطلقهم تتولي عندي طبقه واحده بالمساعده ديال النشا. لازم تكون رقيقه باش كتجيني كرواسون ديالي ما معجناش من الداخل، ويجوني دوك الطبقات مفروزين. صافي، بعد ما طلقت العجين ديالي غادي نقطعها مثلثات كما موضح في الفيديو، راه شارح نفسه بهذا الشكل. وغادي نبدا ناخذ كل مثلث غادي نبسطو شويه، وغادي نقطعو من الوسط كما موضح في الفيديو. غادي نوضع فيه دوك المربعات ديال الشوكولات. استعملت شوكولات كالا، الا عندكم هذاك الشوكولات طويل استعملوه.
وغادي نبدا نلوي وما نزيرش يدي باش يجيوني دوك الطبقات باينين، ونضغط على الحافه ديال اخر المثلث باش تلصق ليا. ها هو كما كتشوفوا الشكل ديالها، وكنضغط عليها واحد شويه حيت مازال غادي تخمر، وكنستمر هكا حتى تنكمل العجين كامله اللي عندي. الكرواسون ديالي بعد ما ساليتها وضعتها في اللاطه، فرشت ورق سيفيريزي او ورق الطبخ وغنخليه حتى يتضاعف الحجم ديالها. هي الكرواسون ديالي بعد ما تضاعف الحجم ديالها، غادي ناخذ اصفر ديال البيض وغادي نضيف عليه قطرات من الخل باش ما كتجينيش هذيك ريحه السفوريه ديال البيض، وغادي ندهنها وندخلها للفرن يكون مسخن من قبل، نشعل عليها من التحت ومن الفوق حتى تطيب. هي الكرواسون ديالي بعد ما خرجتها من الفرن انا ضاعفت الكميه، حضرت 2 لاطات، اللاطه الاولى وغادي نوريكم اللاطه الثانيه. ها هي كما كتشوفوا كتجي زوينه، غنوضعها في الصحن تقديم نوريكم كيفاش جات ماباج وبرقائق اللوز كما كتشاهدوا معايا. كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكرواسون ديالي، كتجي رائعه لا في الشكل ولا في المذاق. هانتوما كما موضح في الفيديو محمره من التحت ومن الفوق. انا غادي نقسم معاكم وحده باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. هانتوما شوفوا التوريق كي كيبان، كتجي زوينه وخفيفه وغادي تولي معتمده عندكم الا تبعتوا المراحل باش حضرتها معاكم. كنكون وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجباتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايك والبارطاج مع الاصدقاء ديالكم، ولا كنتوا اول مره كتشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى ما تنسوش الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والى اللقاء في وصفه قادمه.